أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ابدأ بنفسك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة جديدة شوية. في الحقيقة كنت سامع عن فريق كده أو حاجة اسمها هيرونداك، فحبيت أعرف أكتر يعني إيه هيرونداك وبيعملوا إيه الفريق ده. دايما الأسامي أو المصطلحات الغريبة دي بتشد الواحد، بس اللي بيشدك أكتر واللي بيعجبك أكتر الشيء اللي بيتقدم. اللي عرفته أو لما حبيت أتعمق شوية وأقرب من الموضوع عرفت إن ده فريق قائم على مشروع مهم جدا، ومشروع نقدر نقول عليه حاجة كويسة في سبيل الخدمة المجتمعية، وكمان في سبيل خدمة أو دعم الوطن. المشروع ده باختصار بسيط هو قايم على دعم الصناعات المصرية في الأماكن غير المعروفة. وعلشان طبعا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم في الموضوع ده باستفاضة كبيرة، فكان لازم يكون معانا حد من الفريق ده. معانا أستاذ أحمد سعيد، طالب في كلية إعلام. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. ومعانا برضو كمان آلاء هيثم، طالبة في كلية إعلام الفرقة الرابعة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. في البداية بقى عرفيني كده بفكرة المشروع. تمام، المشروع بتاعنا اسمه هيرونداك، يعني إعادة اكتشاف باللغة الأفريقية. المشروع بتاعنا هو في الأساس بيدعم الصناعات المصرية في الأماكن غير المعروفة. احنا بندعم 4 صناعات ب4 أماكن. أول حاجة صناعة الياسمين، وهي بتطلع من محافظة الغربية وبالتحديد قرية شبرا بلولة. تاني صناعة معانا هي البامبو، بتطلع من مكانين، من محافظة الإسكندرية في حارة السبع بنات، وبتطلع من محافظة القاهرة في منطقة رمسيس. بعد كده عندنا صناعة التلي. هو التلي بيبقى في الصعيد أغلب حاجة، بالتحديد في... عايزين نعرف أكتر للجمهور يعني إيه تلي؟ تلي؟ تمام. التلي هو بيبقى عبارة عن شال. الستات في الصعيد بتبدأ ان هي تعمل عليه تطريز غرز. بيبقى زمان كان الغرز دي من الذهب والفضة، بس طبعا مع ان الاسعار بتزيد فدلوقتي بقى حاجة بتدي ايحاء ان هي من الذهب والفضة، لكن هي مش ذهب وفضة صرف يعني. والتلي دايما الناس اللي بتشتغل في حرفة التلي بتسميه الحكاية، لأن كل غرزة على الشال أو على الفستان اللي البنت بتلبسه هو بيحكي حاجة. يعني مثلا في غرزة بتبقى على شكل الجمل ده لو عروسة، في غرزة بتبقى على شكل ورد أو الشوار بتاع البنت اللي بيتنقل وقت الجواز. وهو بيطلع في الأساس من محافظة سوهاج، يعني هو التلي في الأساس صعيدي. بعد كده الصناعة الأخيرة اللي معانا هي صناعة الرخام والجرانيت. هي بتطلع من مصنع كنوز. المصنع ده موجود في العاصمة الإدارية الجديدة. كملي لنا بقى كلامك عن الفكرة. تمام. احنا في البداية لما فكرنا في فكرة المشروع كنا حابين ان احنا نعمل حاجة تخدم الدولة وتبقى متوافقة مع رؤية مصر 2030. كمان احنا فكرنا في البداية في الصناعة ودعم الصناعات، لان دلوقتي اي دولة عايزة تأسس اقتصاد قوي لازم تبقى عندها الصناعة قايمة بشكل كويس، عندها انتاج هي بتنتجه وبتصدره لبره وبتدخل بيه عملة صعبة. كمان احنا حسينا انه الفكرة دي متوافقة قوي مع رؤية مصر 2030، واللي احنا لازم ندعم الصناعات دي ونسلط عليها الضوء وندعم الأماكن، لأن في صناعات منها كانت قربت إن هي تندثر. وكان في حاجة مثلا زي صناعة التلي في زي دولة الإمارات بدأت إن هي تنسبها لنفسها، فاحنا حسينا إن احنا لازم لا نصلح المفاهيم دي كلها. طيب قول لنا بقى يا أحمد، إيه سبب اختياركم للمشروع ده تحديدا أو بالذات يعني؟ هو احنا بعد البحث وبتاع لقينا في ناس اتكلمت عن مستوى النهضة في مصر، في ناس اتكلمت عن النهضة العمرانية، وفي ناس اتكلمت عن النهضة الزراعية. فاحنا لقينا ان الصناعات دي بتمثل كنوز بالنسبة للدولة، ان احنا قدرنا نستغلها هنقدر نوصل من خلال حقق الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. فاحنا حتى السلوجان بتاعنا سميناه كنوز منسية في أماكن مصرية، واللي قام بتسجيل السلوجان بتاعنا كان الاستاذ بيومي فؤاد الفنان الكبير. سجلنا السلوجان بتاعنا، حتى احنا خدنا السلوجان في سكه الكنوز، بحيث ان الصناعات دي هي بتمثل كنوز. هنا قدرنا نستغل الصناعات دي ونحط ايدينا عليها، ان الاعلام يسلط الضوء عليها وعلى الصناع دول. فاحنا من خلال تسليط الضوء عليها دول نقدر نوفر العمله الصعبه، نقدر نصدر بره من خلال هذه الصناعات. طيب وايه الخطوات بقى اللي بدأتوا بيها
اول حاجه احنا مشروعنا بدا عملنا استبيان، فلقينا ان اغلب الجمهور ما كانش على وعي بالصناعات ولا وعي بالاماكن اللي موجوده فيها الصناعات. فبدات حملتنا جزء نظري كتيب كامل عن الحمله، على تعريف بالاماكن، الصحف اللي بتتناول الاماكن دي. ثم بدانا نشتغل على ارض الواقع، بدانا ننزل نشوف اماكن الصناعات دي واماكن تواجدها. سافرنا قريه الياسمين محافظه قريه شبرا بلوله في محافظه الغربيه، صورنا الحقول هناك، صورنا الصناعات، عملنا لقاءات مع اهل القريه. حرفه التلي التراثيه، قابلنا مصممين ازياء، بقينا نتكلم مع الناس، نعرف يعني ايه تلي، نعرف المشاكل اللي بتواجههم، نعرف يبداوا يحافظوا على الهويه من خلال ان هم يقدروا يثبتوا ان التلي ده حرفه مصريه، مش زي ما الاماراتيين بداوا ينسبوها ليهم. ان احنا قدرنا نحافظ على الهويه المصريه من خلال هذه الصناعات. واخر حاجه ان احنا بنهدف من الصناعات دي مش مجرد مشروع تخرج، احنا هدفنا ان احنا بنعمل تعاقدات مع اكبر مؤسسات، مع مؤسسات صناعيه، بناخد رعايات من الوزارات، يعني زي وزاره التضامن هي بتابعه المشروع بتاعنا. اخذنا رعايات من البراند ميزون سامي اللي هو قائم على حرفه التلي، واخذنا من جمعيه ايادي مصريه لتنميه الحرف اليدويه، ومستمرين في الدعم. نظمنا ايفنت بعنوان الاعلام ودعم الاقتصاد المصري عندنا في كليه اعلام جامعه القاهره لتسليط الضوء على الصناعات دي وبس. طيب قول لنا بقى الاهداف اللي انتوا نفسكم توصلوا لها. احنا الهدف الرئيسي للحملة بتاعتنا هي ان الصناعات دي ما تندثرش، الناس يبقى عندها معرفة بيها، الصناع دول يقدروا ان هم يكملوا في الحرفة بتاعتهم، يقدروا ان هم يطوروا منها، الاعلام يهتم بيهم وبالصناعات بتاعتهم، ان احنا نقدر ننظم معارض بره ونصدر لدول بره، والناس تفتخر بالصناعات بتاعتها. طيب هل فعلا قدرتم توصلوا لنقطة التصدير دي، أو قدرتم حتى تتواصلوا مع حد بره؟ هو للأسف احنا ما قدرناش ان احنا نتواصل مع ناس بره، بس احنا دلوقتي بنسعى ان احنا ننظم ايفنت يدعم الصناعات دي، ان الناس تيجي وتبتدي تعرض المنتجات بتاعتها، ويعملوا زي تبادل بينهم وبين بعض، الصناع بينهم وبين بعض، ان اللي يقدر يساعد او يفتح مجال لصناعة تانية يبتدي ان هو يعمل كده. فان شاء الله الخطوة الجاية. طيب شايفة انك ايه الحاجات اللي انت محتاجاها علشان تقدري توصلي صوتك لبره او فكرتك لبره، او تقدري تتعاوني مع دول اخرى؟ انا بشوف ان دعم الدولة هو الاساس. ان انا لو قدرت ان انا حاجة زي وزارة التضامن، لو ان هي تنظم معارض ويبقى في شراكة بين وزارتين في دولتين مختلفتين، بحيث ان يحصل زي ما بيحصل تبادل ثقافي، يحصل تبادل في الصناعة، انا اعرض وانت تعرض، ونبتدي ان احنا نشجع بعض ونساعد بعض. طيب قولي، هل المشروع ده كان دعوة موجهة للجميع، ولا كان على قد الفريق والجامعة والجهات اللي تضامنت معاكم أو اشتركت معاكم بشكل عام؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا مش حملتنا ما خدناش ان احنا مجرد مشروع تخرج هينتهي من هنا وخلاص. احنا فعلا بنسعى ان المبادره بتاخد رعايات، يعني احنا سعينا ناخد رعايه وزاره الشباب والرياضه، وننظم ملتقى صناعات في تابع لوزاره الشباب والرياضه، نجيب فيه ابرز الصناع ويعرضوا شغلهم زي ما زميلتي قالت. كمان ان احنا بنسعى، خدنا لرعايه وزاره البيئه عشان نحقق من خلال الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه. بنسعى لوزاره الزراعه اللي هي الحصاد الياسمين وهكذا. كمان ان احنا ما توقفناش على كده، احنا لفينا معارض، رحنا معرض زي معرض تراثنا ومعرض ديارنا اللي بتنظمه وزاره التضامن. صورنا مع مساعده وزاره التضامن وعرفنا ايه دورهم وايه خططهم عشان يرتقوا بالصناعات دي. فاحنا مش بس مقتصرين ان احنا بنعرف الجمهور داخل الحرم الجامعي او في الاماكن، لا احنا حمله عامه. هدفنا حتى احنا رحنا احتفاليه كتف في كتف اللي تواجد فيها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاحنا بنحاول ان احنا ننتشر في كل الارجاء، بنحاول نعرف الناس بينا اكتر، فمش مقتصرين بس على داخل الكليه. طيب ايه الرسالة او الدعوة اللي تقدر توجهها للجمهور او للشباب بشكل عام انه يتطوع ويكون معاكم في حملتكم وفكرتكم؟ هو احنا محتاجين ان هم يبداوا يدعمونا من خلال ان هم يتابعوا الصفحات بتاعتنا، يبقوا على وعي اكتر بالصناعات، يهتموا بالمحتوى اللي احنا بنقدمه وهكذا. وبرضه احنا يعني في من اصحاب الحرف دي شباب صغيرين، يعني في صناعة الياسمين كنا بنلاقي المرأة مع أولادها بيشتغلوا، فاحنا بنهدف الوعي من خلال ده. طيب قولي لي برضو الرسالة اللي تقدري توجهيها تشجيعا يعني للشباب وهكذا ان هم يكونوا داعمين معاكم، وهل اي حد
حابب مثلا ينضم ليكم، بينضم ليكم من خلال ايه او بيتواصل معاكم ازاي؟ هو احنا عندنا الصفحات بتاعتنا على منصات التواصل الاجتماعي، بس هي الفكرة ان احنا لحد دلوقتي مفيش تطوع لان المشروع قايم على الطلبة. ده مشروع التخرج بتاعنا، فمش متاح دلوقتي ان احنا يبقى في مجال للتطوع او ان الناس تتطوع معانا من بره. بس ممكن يعني لو فكرة المشروع هتكمل فيما بعد التخرج يبقى زي حملة اجتماعية، ان احنا ما يبقاش مشروع تخرج، لا يبقى حملة اجتماعية، ونبتدي ان احنا يبقى معانا ناس وتساعدنا ونساعد الصناع بشكل اكبر. طب عايزك تقول لي بقى، هل فعلا المشروع او الحمله اللي انتوا قمتوا بيها دي بدات تاخد شكل، او مثلا بدا يبقى فيه تفاعل عليها وبدات تنتشر، ولا كان ايه المردود بشكل عام؟ هو المردود ابتدى تدريجيا، ان احنا بدانا واحده واحده، فبدات واحده واحده الصفحات بتاعتنا المتابعه بتاعتها تزيد، بدا واحده واحده بقينا ننتشر في الاماكن. يعني احنا زرنا معارض، رحنا معرض خان شريف للاعلامي شريف مذكور، وهو رحب بالفكره بتاعتنا ودعمنا جدا. اخذنا دعم كتير من الفنانين، زي ما قلت لحضرتك استاذ بيومي فؤاد هو اللي سجلنا السلوجان بتاع الحمله اللي كان كنوز منسيه في اماكن مصريه. كمان خدنا دعم الفنان فتحي سعد، ودعم الاستاذ علاء مرسي، دعم فنانين مستمر، دعم مشاهير. حتى لما احنا رحنا وزاره التضامن سجلنا مع مساعده وزيره التضامن وهي رحبت بالفكره. قابلنا مساعد وزير الشباب والرياضه دكتور عبد الله البطش، وهو ودانا له خطاب ان احنا نحصل على رعايه شرفيه من وزاره الشباب وننفذ ملتقى. فالحمله بدات تلقى رواجا من خلالنا احنا، ان احنا بننتشر، بنروح معارض، بنتكلم هنا وهنا، فبدانا نشارك. حتى شاركنا في مؤتمرات ليها علاقه برياده الاعمال وكده، وبدات الناس تعرفنا اكتر، وبدا بقى البيدجات بتاعتنا بتزيد في المتابعه وكده، وبدا في تفاعل من الناس معانا. طيب قولي لنا بقى آلاء، دلوقتي طبعا اكيد الكليه كان ليها دور كبير جدا، او الجامعه بشكل عام. كان ايه دور الكليه والدكاتره والمعيدين معاكم؟ طبعا دور الطلبه معروف، يعني انتوا فريق مش اتنين بس، انتوا اكتر تقريبا 22 طالب وطالبه. طيب احكي لي بقى دور الكليه والجامعه في دعمكم للمشروع كان عامل ازاي؟ تمام، احنا عندنا 2 مشرفين للمشروع بتاعنا، دكتور ايمان حماده واستاذه هدير صلاح. طبعا هم من بدايه ما طرحنا عليهم الفكره وعرضنا ان هم يبقوا المشرفين على المشروع بتاعنا، هم رحبوا جدا، وطول الوقت هم يعني بيدعمونا وبيتابعوا الشغل بتاعنا وبيشجعونا، واي خطوه احنا لازم طبعا ان احنا بناخد رايهم فيها، فهم دايما بيشجعونا وبيدونا النصيحه وازاي نمشي بالطريقه الصح. كمان دكتور داليا عبد الله، هي رئيسة القسم علاقات عامة وإعلان في الكلية عندنا، هي من بداية طرح أفكار المشروعات في بداية السنة خالص هي رحبت بالفكرة جدا، وطول الوقت بتبقى متابعة المشروع بتاعنا ووصلنا الخطوات لحد فين، إيه الحاجات اللي إحنا عملناها. فالكلية بصراحة بتدعمنا بشكل كبير. كمان عميدة الكلية دكتور حنان جنيد حضرت الإيفنت بتاعنا اللي كان بيتكلم عن الإعلام ودوره في دعم الاقتصاد. كمان الإيفنت سمع عند دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وكان أثنى على الفكرة جدا، وده اللي شجع دكتور حنان جنيد إن هي تحضر المؤتمر بتاعنا وترحب بالفكرة وتدعمنا أكتر. تمام. طبعا احنا يعني في نهاية حلقتنا النهاردة حابين نشكركم جدا. حابب اشكرك يا احمد، وحابب اشكرك برضو يا آلاء. وفي النهاية يعني احنا حابين نقول برضو كلمتين، ان اللي عجبني جدا في الناس دي ان هي يعني فكرت في مشروع، انه حتى بعد نهاية المشروع زي ما آلاء كانت بتقول، قالت لا ممكن نفتح باب التطوع، ممكن نكمل، لان المشروع هو مشروع اجتماعي بيفيد الدولة، لكن مش على قد تأدية الواجب او انا اقدم مشروع لكلية فانجح وخلاص. فهو ده دايما الشباب الواعد اللي احنا دايما بنحب نكون معاه، نستفيد منه ونشوف بيفكر ازاي. وطبعا زي ما انتم عارفين دايما ان مهما يكون الحديث شيق فالوقت ضيق، وعلشان كده خلونا او استنونا في حلقة جديدة من برنامجنا ابدأ بنفسك.
هتنقل نقله ثانيه شويه. اكيد. لان انت اتكلمتي معايا في موضوع الضمير، ودي حاجه جت على بالي كنت فعلا محتاجاكي تتكلمي فيها. دلوقتي انا نوع من الناس ممكن اكون بحاول اغير من نفسي، بس دايما الافضل الحمد لله يعني. الحمد لله. الفكره هنا ان الصوت الداخلي او الضمير دايما عندي بدرجه كبيره، اللي هو ممكن اكون اتغيرت الاحسن، وفي نظري كنت اتغيرت الاحسن، لكن برضو من جوايا بحس لا، مش هو ده التغيير الصح. انا برضو في حاجات مش كويسه في كذا، فبفضل بقى في دوامه وتوهان واحساس كتير قوي بالذنب بيبقى مستمر معايا، حتى لو على مجرد كلمه مثلا بسيطه اتكلمت بيها فضايقت حد من غير قصد. انت قلتي مشكله ان انا عايزه اوقف الموضوع، عايزه اعرف ان انا خلاص كده تمام. يعني ليه كل الدوامه دي؟ عايزه اقف، مش هفضل في دوهان كتير. ازاي؟ تأنيب الضمير. أيوة. انت قلتي تأنيب الضمير. انت عارفة من اكتر الحاجات اللي بتخلينا ان احنا يعني نعذب نفسنا، وان احنا ممكن ما نعملش حاجات كتيرة قوي حلوة في حياتنا، وان احنا نوقف حاجات كتيرة قوي وحشة في حياتنا، هي تأنيب الضمير. لان احنا بنقعد طول الوقت، احنا مش بنأنب، احنا بنجلد. احنا طول الوقت بنجلد في ذاتنا، احنا طول الوقت ماسكين لنفسنا الكرباج. احنا طول الوقت كده قاعدين لنفسنا كده بالميكروسكوب. ايه ده؟ انت اتكلمتي مع فلانة بالطريقة دي وده ما ينفعش، ازاي اعمل كده؟ وابدأ بقى جوايا لا، ما كانش ينفع ان انا اتكلم بالطريقة دي. بعدين بقى اتنقل لمرحلة تانية، هو انا هبدأ ان انا خلاص اصلي، انا عايزة اتغير بقى وان انا ابدأ انتظم في الصلاة، انا هصلي. فابدأ بقى اول يوم ان انا اصلي المغرب بس، او ان انا اصلي الصبح بس وما كملش باقي اليوم. فاقعد بقى انا مش هتغير، انا هفضل مكاني، انا اهو يعني صليت الصبح وما كملتش باقي اليوم. ويبدأ بقى ضميرك جلد 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 جلد. جلد الذات ده هو مش صوت داخلي، جلد الذات ده صوت الشيطان. لان الشيطان هو مين اللي مش عايزك تبقي افضل؟ هو مين اللي مش عايزك تبقي دايما في تطور؟ هو مين اللي مش عايزك تعملي احسن ما عندك؟ ما احنا موجودين هنا على الارض عشان نعمر الارض، نعمرها بعلمنا، نعمرها باجتهادنا، نعمرها بحاجات كتيرة قوي ربنا خلقنا عشانها. فانتي بقى الشيطان عشان ما يبدأش يخليكي ان انتي تعمري الارض، يبدأ يوسوس فيكي، اللي هو الصوت بقى بتاع تأنيب الضمير وجلد الذات، ان هو يبدأ يقولك انتي مش هتتغيري، انتي مش هتعرفي تعملي حاجة. شفتي انتي بدأتي اهو صليتي المغرب بس، لكن باقي اليوم ما عملتيش فيه حاجة. ويبدأ، عارفة انتي كده لما يبقى شخص قدامك بيستهتر بيكي وبمشاعرك، هو بيبدأ جلد الذات بيعمل كده، بيستهتر بأي حاجة صغيرة حلوة انتي عملتيها، ويقعد يكبر كل حاجة وحشة انتي عملتيها. لو عملتي حاجة وحشة قد كده يبدأ بقى يعملك زوم 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 لحد ما انتي تبقي شايفاها هي الحاجة دي بس، ومش شايفة أي حاجة تانية حلوة في حياتك. فده مش صوت الضمير، ده صوت الشيطان، هو اللي بيخليكي طول الوقت بتأنبي بطريقة الجلد. انت عارفة امتى بنعرف ان احنا بنجلد ذاتنا وان احنا بنأنب ضميرنا؟ تأنيب الضمير هو اللي بيقولك الصح والغلط، بس عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيقولك خلي بالك الحتة دي انت غلط فيها، فخدي بالك في النقطة دي انت محتاجة تصححيها. فبيبدأ بقى يقولك انت هتصححيها ازاي. انت هنا في صوت داخلي جواكي اللي هو تأنيب الضمير اللي عايزك تبقي افضل، ولكن بقى جلد الذات اللي بيقولك انت غلط في الحتة دي، اذا انت عايزة تغيريها مش هتتغيري اصلا. شفتي انت مش جربتي قبل كده، هتفشلي تاني، كل ما تبدأي هتفشلي. يبدأ بقى يسلط لك ناس من اللي حواليكي، صوت بقى من بره، لو الصوت الخارجي بقى. تيجي واحده صاحبتك تقولك هو انت تفتكري نفسك ان انت هتتغيري؟ لا على فكره مش هتتغيري، انت هتفضلي زي ما انت. فتبدا بقى تقفي كده مع نفسك تقولي ايه ده، هو انا مش هتغير بجد؟ وتبداي بقى تقفي. فهنا بقى احنا عايزين نفرق ما بين تأنيب الضمير وبين جلد الذات. تأنيب الضمير ده الصوت الداخلي الحلو اللي كلنا بنبقى محتاجين نسمعه، لان هو ده الصوت اللي بيقول لنا ده صح وده غلط. لكن بقى تأنيب الضمير اللي هو بيبقى ظاهر لنا كده ان هو تأنيب ضمير، ولكن هو في الاساس جلد الذات، ده مش صوتك انت، ده صوت
الشيطان، فنبعد عنه خالص. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ابدأ بنفسك. النهارده هنتكلم عن ايجابيات السوشيال ميديا. احب اقول لكم بس ان انا الحلقه اللي فاتت كنت بتكلم عن السلبيات بتاعه السوشيال ميديا. قلنا السلبيات بتاعه السوشيال ميديا، طبعا انا ما بقولش ان هي كل حاجه عندنا فيها ايجابيات وسلبيات، انا ما بقولش ان هي حاجه غلط، لا طبعا السوشيال ميديا بقت حاجه اساسيه في يومنا، وحاجه بقينا بنشتغل فيها، حاجه بننزل حاجات من ماركتنج، بيع مباشر، وبنعمل حاجات كتير من السوشيال ميديا. فانا دلوقتي انا عايزه اقول لكم ان انا مش بعارض خالص او مثلا بقول لا هو حاجه غلط، لا، زي ما عندنا حاجات حلوه عندنا حاجات وحشه، زي ما عندنا ايجابيات عندنا سلبيات. طبعا انا اتكلمت في السلبيات المره اللي فاتت وقلت يا جماعه اي حد بيقدم محتوى ما بيفيدش الناس ومحتوى بيضرهم، لا يا جماعه احنا مفروض نقدم محتوى حلو. انت كمل في محتواك وكل حاجه، بس في محتوى حلو ممكن نقدمه. اللي هو ازاي؟ لا انا ممكن اعمل حاجه تفيد اي حد، مثلا ممكن اعمل اي حاجه بس ما تكونش تضر الايه بيشاهدني، لان احنا طبعا دلوقتي السوشيال ميديا من اكبر حد لاصغر حد بيتفرج علينا، فاحنا اكيد لازم نعمل حاجه نفيدهم، ما نعملش حاجه نضرهم. طب ازاي افيد اللي قدامي؟ افيد اللي قدامي انزل محتوى ديني، مثلا محتوى مثلا بيحافظ، مثلا بيحفظ قرآن، محتوى يفيد الناس، مش ان انا انزل محتوى اللي هو مش هيفيدني باي حاجه لو اتفرجت عليا. يعني اعرف ازاي ان انا اعلم في الشخص اللي قدامي، ازاي اعلم فيك ان انا مثلا اديك نصيحه، اديك حاجه معينه تعملها. فعندنا ايجابيات كتير جدا، فاحنا ما نروحش نسيب كل حاجه حلوه ونبص على السلبيات. زي برضو عندنا ان انا بشتغل، يعني انا ممكن السوشيال ميديا اشتغل عليها، ممكن احقق ربح كتير قوي، احسن ما انزل اشتغل في يومي عادي، او اشتغل باليوميه، او اشتغل عند احد، او ما احققش حاجه كويسه. فاللي انا دلوقتي ممكن اللي هو اعمل ايه؟ يعني دلوقتي انا حد قاعد، بدل ما انا بفضل اقلب في السوشيال ميديا كده وانا ماليش اي هدف، لا انا ممكن اعمل حاجه تفيد الناس، ممكن اشتغل، اجيب شغل، ماركتنج، اي حاجه على السوشيال ميديا. طبعا احنا عندنا في حاجات كتير بتنزل زي ملابس، ممكن اعرف اسوق ملابس، ممكن مثلا انا لو انا واحده من الناس يعني بشوف ناس ميك اب ارتست، في حاجات كتير بتعجبني ممكن اشتريها، بس ده كل ده بتبقى عباره عن لينكات وحاجات انا بشتريها من ايه؟ من السوشيال ميديا. عندنا بيدجات طبعا كبيره زي بيدجات ملابس، بيدجات ماكينات، بيدجات ميك اب ارتست، عندنا حاجات طبعا كتير جدا لو فضلنا نتكلم عليها احنا مش هنخلص. طب فانا دلوقتي ايه ايجابيات السوشيال ميديا؟ لا طبعا في ايجابيات كتير. عندنا هنيجي مثلا نبص لحد، في حد بيقدم محتوى مثلا كوميدي، محتوى يضحك الناس. يعني مثلا انا قاعده مثلا متضايقه او حاجه، بفتح كده فيديو، ايه ده، الله، تلاقي نفسك اللي هو انت مودك اتغير 180 درجه. طيب هنيجي تاني نبص لحد، لا حد بيحفظ قرآن، حد بيحفظ تلاوة جيدة، حد بيحفظ بالتجويد. طيب هنيجي نبص تاني في احاديث بتتقال وفي معلومات، وبجد اكتر محتوى بيعجبني اللي هو المعلومات، ايا كانت المعلومات دي، دينية، معلومات عن بلدنا، معلومات، فاهم حاجة عندي بجد. فدي حاجه اللي هو لا انا لازم، اللي هو انا عندي محتوى حلو فانا لازم افيد الناس بيه، ما افضلش ان انا اقدم حاجه. وانت لو بتقدم حاجه مش حلوه، لا انت ممكن تقدم محتوى حلو يفيد الناس احسن من اي حاجه تانية انت بتعملها. ممكن دلوقتي وانا قاعد انا مش بستفاد حاجه، لا انا طول النهار بحاول اهم حاجه عندي يبقى عندي واي فاي واقعد على السوشيال ميديا لا انت ليه تعمل كده؟ ما انت ممكن تستفاد بوقتك، ممكن انت تشتغل من السوشيال ميديا، ممكن تنزل تشتري حاجات وتبيعها على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا جماعه بقى عالم واسع قوي، فانت ممكن تستغله في حاجات حلوه، زي ما انت عندك حاجات مش حلوه ممكن تضيع وقتك فيها. لا ليه هنقعد العب، ليه هقعد اعمل حاجه ما تفيدنيش وبضيع فلوسي على الفاضي؟ لا انا ممكن اشحن واتكلم واروح واجي واتفرج برضو، بس اعمل ليا حاجه
مفيده، اعمل ليا حاجه، الاقي نفسي انا عملت حاجه في حياتي، مش اللي انا فضلت لا انا طول حياتي بتفرج على الكابلز ده، لا انا بس بتفرج كده وقاعد اللي هو ايه ده، ازاي ده وصلوا، ازاي ايه ده دول انا لسه بتفرج على مين بدون ذكر اسماء طبعا، اول امبارح ايه ده عملوا ربح كبير، ده بيقبضوا بالدولار، ده عاملين اكونتات وصلت لعدد مهول. طب ما انت ممكن تعمل كده زيهم وتقدم محتوى حلو يفيد الناس، انت ليه واقف، ليه قاعد ما بتعملش حاجه غير ان انت بتتفرج؟ يعني بتتفرج بس وبتحسب بقى اللي هو ايه ده انا ما وصلتش لحاجه، وتفضل طاقه سلبيه، وتفضل تدي نفسك حاجه مش حلوه، ان انت تفضل طول اليوم الروتين بتاع يومك. لا انت ممكن تعمل حاجه زي ما بقول لك كده، ممكن تقعد على السوشيال ميديا تشوف حاجات تنزلها على الاكونت بتاعك، تبيعها، تعملي اكونت ليكي. ايه يعني ما انا اقعد كده مثلا شفت حاجه عجبتني انزل اروح اشتريها واعمل اكونت وانزل الحاجات دي وابيعها انا. ايه المشكله ان انا ليه انا اقعد قافل على نفسي اوضه وافضل اتفرج، اصل دول وصلوا مش عارفه ازاي، اصل دول بياخدوا فلوس قد ايه، اصل دول ده انا ما عملتش حاجه، ده انا حياتي كلها وحشه، انا ده انا منزل اشتغل في اليوم ما بعملش ربع اللي هم بيعملوه، ما بعملش اي حاجه. لا انت ممكن تعمل حاجات كتير يا جماعه. الناس الناجحه دي صدقوني ربنا بيدي كل واحد 24 قيراط، انت ليك حاجه تانية، انت في حياتك حاجه تانية، انت ربنا مديك صحه، ربنا مديك رزق في ناس معينه، ربنا مديك رزق في حاجه معينه، مش شرط تكون حاجه زي الناس اللي انت شايفها، ما هو مش كل اللي انت شايفه بيطلع صح، مش كل اللي انت شايفه في الاخر ده لا صح، ده يا جماعه ده عايشين حياتهم. لا يا جماعه احنا بس عايشين كده حياتنا، انتوا ما تعرفوش ايه اللي ورا الكواليس بجد، محدش عارف حاجه، كل واحد شايف بس اللي قدامه. انا ظاهره لكم كده فانتوا شايفيني كده، انا اللي قدامكم بقدم لكم برنامج الدنيا جميله معايا. لا خالص، انتوا ما تعرفوش ايه اللي ورا الكواليس، ما تعرفوش قصه كل واحد قدم المحتوى ده ونجح فيه وتعب ازاي وعمل ايه عشان خاطر يوصل اللي هو فيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، واستنوني في حلقه جديده من برنامج ابدأ بنفسك.